السلام عليكم للشيخ فان دون بوز غورماند افيك اسماء. اليوم ان شاء الله حبيت نقدم لكم وصفة عازمية 100% اللي هي وصفة الشوربة البيضاء. يعني هي شوربة تجي بيضاء نديروها بالدجاج. نتمنى انكم تجربوها كما العادة وتعجبكم. اولا راح نبدا نقدم لكم مقادير الوصفة. رايحين نحتاجوا الى زوج حبات بصل كبار مسكرفجين، نحتاجوا الى صدر دجاج، نحتاجوا الى الحميصة، بيض، حبة بطاطا، نحتاج كذلك إلى فلفل أسود ولا فلفل أبيض، نحتاج إلى قرفة بودرة وقرفة عود، نحتاج كذلك إلى الفيرميسيل ولا الشعيرية، نحتاج إلى معدنوس للعقدة، نحتاج إلى حلبيض تانيك للعقدة، والقارص اللي كنت نسيت ما وريتهولكمش في المقادير. أولا نحين نبداو في القديره تاعي. ندير كميه من السمن وكميه من الزيت، يعني السمن مهم في هذه الوصفه. نضيف له هذوك زوج حبات بصل الكبار اللي كنت قليتهم، ونضيف له صدر دجاج. وهنايا ماشي مشروط تستعملوا صدر الدجاج، يعني تقدروا تستعملوا اليدين والرقبه تاع الدجاجه وديروا بها هذه الوصفه. يعني لازم لكم يا الرقبه يا اليدين ولا صدر تاع الدجاج، يعني ما تقدروش ديروها بالفخط. من بعد ضفت رشة من الملح وبديت نقلي في الدجاج والبصل تاعي حتى تقلى لي مليح على نار هاديه. بعد ما يتقلى نضيفوا له رشه من الفلفل الاسود ولا الفلفل الابيض، القرفه عود تاعنا ورشه قليله من القرفه. يعني ما نضيفوش بزاف القرفه باش الشربه بيضه تاعنا يعني ما تجيش كحله، تجي بيضه كيما نقولوا. من بعد ضفت لها كميه قليله من الماء باش ما تحرقوش توابل. كملت نقلي فيها. يعني من المهم انكم تقلوها، يعني التقليه تاع الشريبه ولا التقليه تاع ماكلتكم هي اللي راح تعطي البنه. انا قعدت نقلي فيها واحد 15 دقيقه، وكما شفتوا كنت ضفت لها هذيك حبه البطاطا اللي قسمتها على 2 برك، وكملت قليت معها. من بعد ما تقلات لي مليح وحسيت بلي هذاك البصل تاعي كيما نقولوا دبال، مرقتها بالماء يكون سخون وخليتها طابت على غردها على نار قليله. من بعد ما طابت نحي هذاك صدر الدجاج، نحي هذيك البطاطا اللي قلت لكم كنت قسمتها على 2، ونحي عود القرفة. من بعد نحكم هذيك البطاطا تاعي، نضيف لها شوية من المرق ونرحيها. يعني تقليديا ما كانوش يضيفوا البطاطا، لكن يعني ماني ولا الجدة تاعي ربي يطول في عمرها وربي شافيها دائما تحب تضيف هاد الحبة تاع البطاطا. علاش؟ تقول لي باش تتلبى الشوربه تاعكم ولا راح تتقال الشوربه. ولا من بعد ما نحيت هذيك البطاطا ضفت لها شويه من المرق. تحبوا تعبزوها بلا فوشات ولا تحبوا ترحيوها كيما رحيتها انا شخصيا نحب نرحيها، يجيب لي ربي يعني راح تعطي نكتشو، تعطي آه، كيما نقولوا تقل الشربة تاعنا والفاتر اونكتوز. من بعد كي ضفت هذيك البطاطا نضيف لها ما يعادل حفنه كبيره، يعني ولا نص كاس تاع لو فيرميسال ولا الشعيريه. نضيفوا الحميصه. انا هنا الحميصه تاعي راهي طيبه، اذا الحميصه تاعكم ما كانش طيبه ضيفوها من الاول. ونخليها تغلي 2 دقائق ولا 3. كيما تعرفوا الفيرميسال يعني ما فيهش الروح، راهو رقيق. دقيقه يطيب، ما تخلوش يطيب اكثر من اللازم ولا يتعجن. الوقت انا اللي يطيب فيه هذاك لو فيرميسال تاعي نحضر ولا نوجد العقدة تاعي. خديت كمية من المعدنوس قطعته رقيق رقيق. من بعد ناخد 2 صفار بيض، وخديت عصير حبة ليمون. هنا الليمون يعني ننصحكم انكم تضيفوا شوية. من بعد كي تاكلوا حطوا الليمون ولا سربوها بالليمون وذوقوا وزيدوا حسب الذوق. كيما شفتوا درت هذاك المعدنوس مع صفار البيض مع القارص مع شوية من المرق، خلطهم مع بعض. قبل ما نضيفه أنا نحب نضيف لها قطعة من مرق الدجاج. اللي ما يحبش مرق الدجاج يضيف لها الملح حسب الرغبة. ونضيف هذاك الدجاج اللي كنت قطعته قطع صغيرة. من بعد نضيف العقدة تاعي نخلطها ونطفيه للنار. يعني من المهم انكم كي تضيفوا العقدة تاعكم طفيو للنار، يعني ما تخافوش صفار البيض راح يكمل يطيب في السخانة يعني تاع الشوربة تاعنا. كيما شفتوا الشريبه تاعي راهي واجده. ما شاء الله عليها، وجات ثقيله ولذيذه وبنينه. نتمنى كل وحده شافت هاد لا فيديو وعمرها ولا جربت الشوربه البيضاء. نتمنى انها تجربها، على بالي راح تعجبكم وتجي خفيفه. يعني راح تغيروا من شريبه فريك ولا شريبه بالدجاج ولا الجاري ولا الحريره، يعني كل واحد والمنطقه تاعو. نتمنى انكم تجربوها، متاكده انها راح تعجبكم. دائما زينوها بشويه تاع معدنوس
ونقدموها مع بوراك، مع خبز المطلوع، مع كل واحد ويعني رغباته. وهاي الشريبة تاعي واجدة. انا نبقيكم على خير ونتمنى انكم ملاح، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم وصحة سحوركم، وما تنسونيش بدعواتكم. وسلام إلى الوصفة القادمة إن شاء الله. شكرا.